ولذلك أيها الإخوة الحب نفسه، يتحدثون عن حب قبل الزواج لا بأس. طبعا بعض الناس المتزمتين جدا الذين يقفون مع الحروف خاصة المشايخ لا يفهم الكلام هذا، يقول لا 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 أنت منحل إذا تتحدث عن حب قبل الزواج. لماذا؟ هذا موجود، هذا شيء لا تستطيع لا أن تؤكده ولا أن تنفيه لأنه شيء واقعي، مثلما أن هناك بعض الناس يعطشون وبعضهم يجوعون وبعض، هذه حقائق وقائع، وأنت لا تستطيع أن تهندس مشاعر الناس أن يحب وألا يحب. الإنسان بنظرة قد يرى أحدا من الناس فيرتاح إليه من الجنس الآخر، أو حتى كصديق من نفس جنسه، شيء طبيعي هذا، لا تستطيع أن تتحكم في هذا، أن تهندس له بالشرع باسم الشرع، ممنوع عليك أن تحب، هذا كلام فارغ. ولم يفعلها الرسول مرة، بالعكس هو فعل عكسها تماما وأكد عكسها تماما. نحن نؤكد العكس لا أدري. قبل أيام استمعت إلى وعظ شهير رحمة الله عليه، يعني أطلق العنان لأعلى الصيحات والصرخات مستنكرا على كاتب كتب كتابا في علم الجنس ويردد الكلمة يعني باستنكار. يتحدث عن ماذا هو؟ يتحدث عن الجنس، يتحدث عن الزنا، يعني عن الشذوذ الجنسي، يتحدث عن جانب إلهي من حياتنا يا إخوان، عن جانب رباني. للأسف نحن حتى الكلمة هذا أنا أقولها والبعض ربما يشمئز منها، جنس، يقول هذا شيء حقير. لماذا؟ ألم تقرأوا قوله تعالى ومن آياته؟ انتبهوا الآن، طبعا قرأناها تقولون مولانا وسمعناها وفسرناها 100,000 مرة، نعم، لكن لم نفهمها جيدا. ما معنى من آياته؟ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. ما معنى من آياته؟ مما يدل عليه، مما يقرب إليه. أنت لا تستطيع أن تقترب من ذات الله، يستحيل، لكن أنت تقترب من الله بأسمائه، بإدراك مجالي وفواعل أسمائه وصفاته، نعمته وكرمه وعطائه في هذا الوجود. ولهذا الوجود الله يقول مما يدل عليه ويقرب إليه إدراكك لهذا الجانب العجيب. نعم، إذن هذا جانب إلهي، هذا الجانب أيها الإخوة في حياتنا جانب إلهي مقدس. إذن آن الأوان إلى تقديس أو تأنيس أو تديين الجنس في حياتنا للأسف، ونزع الصفة الحيوانية عنه التي هي الصفة السائدة للأسف في تصوراتنا، نتعاطى معه على أنه شيء حيواني. طبعا كما قلنا هذه مغامرة محسومة النتائج، نتيجتها ضد صالح الإنسان، ليست في مصلحة الإنسان. هذه سبة نسب بها أنفسنا، بالعكس هذا فينا ليس جانبا حيوانيا، بالعكس هو جانب رباني. كتب مرة جان بول سارتر مقالة عجيبة جدا اسمها الجوع هو أكثر بكثير من مجرد جوع. ونحن نقول الشبع والطعام والشراب هو أكثر بكثير من مجرد كونه طعاما وشرابا عند الإنسان. انتبهوا، الجوع أحيانا يمس كرامة الإنسان، الجوع أحيانا هو استعلام بهوية الإنسان الاجتماعية، بفصيله الطبقي، بانتمائه، بموقفه السياسي. الجوع نعم نفلسف الجوع كما فلسفه سارتر. كذلك الطعام والشراب واللباس أيضا، والمركوبة التي تركبها من سيارة أو من دابة أو من حمار أو من بغل إلى آخره، أكرمكم الله كذلك. إذن فكيف يكون الجنس أكثر بكثير من كونه جنسا كما نظن نحن الآن في الاعتقاد السائد؟ لا نستطيع أن نغامر بتقسيم الإنسان إلى هذين العالمين المتقابلين، هذا غير صحيح. الإنسان خلقة الله وحدة واحدة. برتراند راسل أيضا الملحد الذي عاش ومات في الإلحاد يكابر على الله وبراهينه، يكتب بشكل واضح يقول إنني أعلم أنني أقر في أعماق نفسي بأن طلبي لهذا الحب المنثوي، حب الآخر يعني في شكل الجنس الآخر، إنما هو بديل عن سعي غير المجدي نحو الله.